اهلا بيكم في حلقة جديدة من اسرار الذكاء الاصطناعي. انا احمد ناصر، والنهاردة هنتكلم عن تحديثات جوجل الاخيرة. جوجل عملت مجموعة تحديثات في مجالات كتير جدا، ومن اهم التحديثات اللي حصلت ان احنا في نموذج جديد اسمه اومني. النموذج ده هنقدر ان احنا نستخدمه في اكونتات البرو، بس للأسف هو لسه مش متاح للاكونتات المجانية. طيب اي حد عنده اكونت برو او الترا هيقدر يستخدمه. النموذج، احنا طبعا عندنا الكواليتي وعندنا الفاست وعندنا اللايت من فيو 3. في نموذج جديد اسمه اومني فلاش. النموذج ده يفرق في ايه بقى؟ انه يقدر يديك وقت للفيديو 10 ثواني، ودي حاجة جديدة. هياخد 30 كريدت. وفي ان هو يقدر يديلك ايمج او فيديو، انت تقدر ترفع للنموذج فيديو تو فيديو، وده الاوبشن الجديد. فاحنا عندنا اوبشن خطير، انك انت مثلا عايز تديله فيديو وتغير اللوكيشن، عايز تديله فيديو وتغير ملابس الشخص في اللوكيشن. تقدر عندك اوبشنز كتير جدا. الفويسز طبعا اتضافت، انك انت تقدر تخلي صوت الشخص ثابت طول الفيديو. احنا كنا بنعاني من كل جنريت لما كنا بنعمل اعلان مثلا، هتلاقي كل فقرة بصوت مختلف. فانت تقدر انك انت تختار الصوت اللي انت عايزه وتقول له اد تو برومبت، فهو اتضاف معاك هنا. فكل مقطع انت هتعمله بنفس الصوت. ده طبعا هيدينا حل المشكلة كلنا كنا بنعاني منها. عندنا ايه جديد تاني يا احمد؟ عندنا حاجة من ضمن الاوبشنات مهمة جدا اسمها كاركتر، انك انت هتضيف شخصية. بس في اوبشن انك انت تصنع شخصية. في اوبشن اهم وهو افاتار. هيبدأ ان هو يديلك كيو ار. الكيو ار عشان تقدر انك انت تستخدمه هيفتح لك الكاميرا على الموبايل، وهتبدأ انك انت تعمل مجموعة خطوات اللي هو عايزها. هيديلك مجموعة ارقام وهيقول لك وش حرك وشك شمال وحرك وشك يمين. هيعمل تطابق لوشك بطريقة حلوة جدا، وشفت النتائج الناس عاملاها امبارح تحفة بصراحة. طبعا عندنا الابلود بتاعنا. فاحنا هنا غيرنا شكل الاستراتيجي اللي احنا بقينا بنشتغل فيها. انك انت تقدر من 4 ثواني، ده كان اوبشن جديد. افرض مثلا انت عندك فيديو فيه مشهد فيه جملة واحدة قصيرة. طبعا احنا كنا بندخل بالمونتاج نعالج الموضوع ده وناخد الشوت اللي احنا عايزينه. بس هو اداك اوبشن انك انت تقدر تستخدم 4 ثواني ولا 6 ثواني ولا 8 ثواني او 10 ثواني. وده اوبشن حلو جدا لو انت عندك مشهد طويل وفيه جملة طويلة. فهو حل مشكلة كبيرة جدا، وما بياخدش كريدت كتير. 30 كريدت حلو جدا. تعالوا نكتشف حاجة مهمة جدا في التحديثات، وهي لو دوسنا على تول هيفتح لنا كمية تول فيها عظمة. عشان نشوف أهم حاجات في التولز الكتير جدا دي، أنا هتكلم مثلا على شوت اكسبلور. شوت اكسبلور ده عبارة عن إيه؟ إنك أنت تديله صورة وهو يديلك نفس الصورة من زوايا مختلفة. نفس القطة نفس القطة بس اللوكيشن بعدسة وايد. نفس الفكرة بس المشهد من ورا. نفس الفكرة اللوكيشن من بعيد وايد جدا، الترا وايد. فاحنا عندنا تولز، كان في ناس كتير بتعاني من المشكلة دي وكنا بندور على بدايل. فجوجل عرفت الحل وقدمته لنا. طيب، من الحاجات اللي عجبتني جدا كمان وهي فيديو ريزر. دي حاجة هتعالج مشكلة كبيرة جدا للناس اللي هي بتعمل الحلقة بالعرض وعايزة تعملها ريل. فهتقدر انك انت ترفع الفيديو وتعمله ريل بمنتهى السهولة. في اوبشن كمان كل الناس اتكلمت عنه وهو الستوري بورد ستوديو. ودي هتفرق كتير جدا في طريقة شغلك، انك انت بتكتب القصة. هتبدأ تحط الاسيت بتاعتك، الكاركتر، هتحط اللوكيشن. الستوري بورد بتاعتك هنا هتبقى منظمة اكتر. فانا شايف ان دي حاجة حلوة. فاحنا هنا بنتكلم عن حاجات كتير جدا، تحديثات وحاجات انت تقدر تستخدمها توفر عليك عن حاجات لل 3 دي كويس جدا. جوجل لما بتعمل منتج تأكد ان هي بتعمله حلو جدا. طبعا رجعت لنا ويسك
ويسك كان من الحاجات المهمة جدا، وكانت منع بقاله فترة، وانه رجع تاني. ويسك كنا بنستخدمه في الاوتوميشن، ان هو يعمل عدد صور كبير جدا وانت بعيد عن الجهاز. فاحنا عندنا عظمة بجد من جوجل، عشان ان احنا نقدر نعمل فيديوهات. هتبدأ انك انت تكتب البرومت بتاعك عادي جدا، هتحط الشخصيات، هتحط الصوت، هتحط الصور بتاعتك. بقت بيئة عمل حلوة جدا انك انت تحط كذا حاجة في الانتجريتدز. فدي حاجة حلوة جدا انك انت تشتغل بحاجات كتير، وتقدر انك انت تعمل الفيديو افضل. في حاجة اخيرة انا ما اتكلمتش عليها، وهي ان هم ضافوا المكان اللي بنحط فيه البرومت حاجة اسمها ايجنت. احنا الاول عشان نعمل مشهد بنروح لشات جي بي تي الاول، او نروح لجيمناي نقول له اكتب لي البرومت بتاع المشهد. طيب احنا هنا الايجنت ده ايه لازمته؟ لو دوسنا عليه دلوقتي هيبدأ ان هو يتفعل بالشكل ده. تعالوا كده نعمل حاجة مع بعض. هنديله مثلا عايز اي صورة لأي شيء، مثلا ثانية واحدة. مثلا انا هختار الصورة دي، وهبدأ ان انا اقول له ويلا نجرب الايجنت هيعمل لنا ايه. ودي يعتبر اهم حاجة، المرحلة دي بتبقى سحر بصراحة. الايجنت شغال، بيبدأ ان هو يعمل لنا 12 صورة بزوايا مختلفة لنفس الصورة، وانا مديله صورة زاويتها صعبة شوية. فهنشوف الايجنت هيعمل ايه. هو بيبدأ ان هو يعمل كاميرا انجل، طلع لي قايمة هنا بالجنب ان انا موافق على ال 12 صورة. هقول له ابروف، هيبدأ ان هو يعمل ال 12 صورة. او يعني مفيش حاجة اسهل من كده. هو فهم انا عايز ايه، وهيديني 12 زاوية مختلفة لنفس الصورة. I think this is magic. يعني بجد بصراحة يعني دي للناس اللي بتعمل اعلانات، ان هم يعملوا الزوايا موضوع مفيد جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين جوجل عملت عظمة بجد. اي نعم في صور ضايعة خالص، بس هو جاب لي زوايا مختلفة تماما للموتوسيكل، زاوية أفقية. يعني بصراحة في صناعة الإعلانات الحاجات دي تنفع معانا جدا جدا جدا. وكل ما بتكتب برومت دقيق انت عايز ايه بالظبط هيعمل لك اللي انت عايزه. اتمنى تكون التحديثات مفيدة ليكو، واتمنى الحلقة تكون عجبتكو. واشتركوا في قناة أسرار الذكاء الصناعي، لأن فعلا الفترة اللي جاية هتلاقوا فيه تحديثات كتير جدا، وأنا هتكلم عن كل الجديد. شكرا لكم.